هنا تجلس لما أشوف لك حل. طيب فك لي أرجلي وأيدي أحسهم بيت قطعين. هذا أبوك شكله عمل لنا مقتول داخل البيت. إن شاء الله يتقطعين، لا يبقي لك لا يد ولا رجل، والله ما أنا فكايك يا طويل. خليهم يسدوا، والله مش يفكلوا أبي إلا لما يرجعوا له فلوسه. أنت تشوف الخزنة حقي يا طويل؟ أيوة أشوفه، مال الخزنة يا أبو ناشر؟ ما دخلنا أنا بالخزنة، أنا أقول لك أرجلي ويداتي بيتقطعين. أنا ربطتك بالغرفة هذه حقي، اللي بين الخزنات حقي، علشان أكون أشوف لي الخزنة فارغة، وإنك أنت اللي فرغته وأخذت الشنطة اللي بين الفلوس، يزيد غضبي. طيب يا أبو ناشر. اجلس يا طويل، اجلس. منو سمح لك تقوم؟ اجلس قبل لا أقوم أجلسك جلسة لا تقوم بعده. الرجل ناوي علي نية خيبة، يا الله تخارجنا. جلست يا طويل ولا عادك واقف؟ خلاص يا أبو ناشر، خلاص قدنا جالس والله إننا جلست. تتحرك حركة ثانية بدون ما تستأذن مني، شكسر لك الأيدي والأرجل. أقول لك يا ابني يا ناشر أنا خايفة أبوك لا يتهور ويعمل حاجة للآدمي هذا. الله، أبو ناشر أول مرة أشوفه يقلب القلبة هذه، والله إنه ناوي عليها. بعدين يا ابني يا ناشر الرجل تعبان لا عايز يموت ولا يقع شي هنا، بعدين نتحمل جريمة. يما اهدئي، خلي أبي يتصرف، هو عارف شغله. أين اشتروح يا أبو ناشر؟ سلمنا للضابط، أنت ما انتش الدولة، سلمنا للدولة لعند الضابط وبعدين سهل. تفكرنا مجنون يا طويل ولا تفكرنا هبل؟ بسلمك لعند الضابط تبعك، تفكر ما أناش عارف إن أنت وهو أصحاب؟ أسلمك لعنده علشان يهربك؟ ها؟ شوفوا يا أبو ناشر، سلمنا للضابط أحسن مرفع عليك قضية بعدين إنك معك سجن خارج نظام الدولة. أنت اعتبر نفسك ضيف عندي اليوم، وأنا شأعلمك لمن شسلمك، مش تطولش عندي كثير. الله معك يا طويل لما ارجع لك، هذه الخزنة قدامك، خليك مركز عليها علشان تعرف جريمتك، لو شردك ضميرك ولا شأعلمك من يشردك. لمن ناوي يسلمنا أبو ناشر؟ لو كان سلمنا للضابط كنت بتخارج، برشي الضابط وقل له بجيب لك مبلغ بيخارجنا. الله أعلم ما أبو براسه أبو ناشر، ولمن بيسلمنا؟ ما أنا هذه المرة قدنا أشم قد القاضية. المشكلة إن أنا مربط، ولا والله كان فرصة أزيد أندش الخزنة الثانية وقد الله وأهرب لي وأخلي أبو ناشر يرجع يقرح فيوز على طول. انتبهوا له، كما الطويل هذا ملعون. أنا أوصيك يا سلتوح يا ابن السلتوح، يا دنكلي يا ابن الدنكلي، أنت وأمك. ما هو يا ابو ناشر؟ كيف ما هو؟ عادكم ما سمعتمش ما قلت لكم؟ إلا سمعت يا ابو ناشر، قلت لي ابنك دنكلي سلتوح هو أمه. أنا قلت لابني ما دخلك أنت؟ قلت له أنت وأمك. أنا قصدي تنتبهوا، أنا قلت له أنت وأمك يعني تنتبهوا. عادني بعقلي واسمع يا ابو ناشر، قلت له دنكلي سلتوح أنت وأمك. الله على صورة، ما بش أحد يفقعنا بالدنيا كلها إلا مرتي. اهدئي يا مرة. كيف أهدى وأنت تقول لي سلتوح دنكلي؟ هيا قسم بالله يا مرة ما قلت لك ولا قصدي انتي، أنا قلت لي ابني يا سلتوح يا دنكلي انتبه أنت وأمك، قصدي زعمت انتبه انتي وهو. كيف بقول لك انتي وانتي قلبي وروحي؟ الله المستعان. خلاص أنا دنكلي بن دنكلي، سلتوح بن سلتوح، دانق بن دانق. يلا آخر مرة لك، مرة ثانية تعيد إيش تعرف كيف عمل باك.
تمام. الله على فقع المرة هذه، أمانة إني ترعبنا صح. ليتو كان الطويل شلي ولا شل حق الشنطة الدبلوماسي اللي وسطه $1,000,000 و1,000,000 يمني. والله ما أكون كدور بعده، والله ما دور بعده لزيد أغلقه. 25,000 دولار رزق سهل سهل هكذا بلحظات. مونت البيت عبيته لقدام 3 شهور تكفينا. مصاريف مصاريف، المهم كل شيء زي الفل. صاحبه يقول الناس قعبص بعد طويل بن خالته باع أهيله، لكن إيش أقول لهم؟ إنه ليس من أهلي، إنه عمل غير صالح. يا أخي عنده قراءة عنده قراءة هذا الآدمي، يعني ولا حاجة توقفه. $1,000,000 و1,000,000 يمني يسرق على أبو ناشر؟ يا رجال أمانا أننا ما أقدر أسرق حتى 1000 ريال يمني. نهاية قلبه أبو ناشر ما جنينش، وبعدين زاد حبس الأصلع جنبه 6 شهور. أوه أمانة تعبت صح. إن شاء الله أمي ما تدريش بالموضوع، حتى لو عرفها ما بوه. والطويل يرجع حق الناس ولا شيء إلا الخير. يرجع لي أبو ناشر حق الفلوس والأمور طيبة، كل واحد يصلح سيارته وعفى الله عن ما سلف. هذا له عاقل، وإن كان شي وتاح هو أخبار بنفسه. متى جيت يا قابوس ولا دريت بك؟ أهلا يا فراشة، الآن قبل شوية. ولا سمعتك، ما شفت إلا الأغراض اللي جبتها للمطبخ. ما شاء الله عبيت المطبخ فل. شكلك مسكت الطويل وسلمكم لي يا أبو ناشر أنت والأصلاع، وقابلك المكافأة ها؟ $دولارات يا قابوس. أصا سكتة فراشة. أمي ايش تسمعيك؟ لا تفضحينا يا فراشة. أمي والله لو عرفها لا تجنن بي، بعد ايش تقول؟ الله يا قعبوس بعت بن خالتك. أمك قد عارفة يا قابوس، عمتي قد عرفت زمان بالموضوع. ايش عرف يا فراشة؟ منو قال لي أمي؟ والله أمي ما تسكت. أبي قال لي أمي صح؟ أبي قال ليه؟ لا يا قابوس. لا تقول انت قلتي لي يا فراشة. لا يا قابوس والله ما قلت له. مالك زعلتي يا فراشة؟ على شيء أنت ما تثق بيش، تقول إنني يعني قلت لأمك. أمزح معك؟ والله امزح معك يا فراشة. ولا تمزح أنت ما تثق بيش. الله المستعان، كيف ما ثق بيكش؟ أقول لك امزح معك كمان أزعل منك، لا تكونيش تزعلي من أي حاجة. بعدين عندي لك مفاجأة، بخرج أنا وأنت السوق وأخذ لك $1,000 ذهب. يلا ابتسمي. ما بقعد لحد 3، إذا ما ابتسمتيش بزعل منك. 1 2 أيوة كذا. بس مرة ثانية ما تعيدش يا قابوس. خلاص تمام. بس كيف عرف أمي يا فراشة؟ سمعتنا وإحنا نسولف نتكلم، ولما اتصل لك الأصلع وقال لك إنه الطويل عنده وتعال وإنه بمكافأة، المهم سمعت الخبر كله. حتى قاعد تدور عليك، كانت تكلمك تقول لك مش تصدق الأصلع، قلنا لي ترياك. طيب وش قال يا فراشة؟ قالت والله لا أروح للأصلع ولأبو ناشر بنفسي وأعلمهم كيف الرجالة. يعني ناوية تعمل لنا نثرة؟ أمي لقال حاجة تعمله. وين أمي الآن يا فراشة؟ نايمة يا قابوس. شوفي يا فراشة، لازم اتقاسم الليلة أنا وانتي. أنا شبت رقود وانتي جلسي سهرانة، وبعدين ارجعي انتي رقدي وانا شجلس سهرة للصبح. لا تخرج أمي أبدا من البيت، تعمل لنا نثرة. راحت علي فرصة العمر. وين بيكون الطويل؟ وين ذاب كذا؟ وين ضاع؟ يعني يمكن واحد يكون سبق قبلنا ولقي الطويل وسلموا لي أبو ناشر وفاز بالمكافأة. لا 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 لا، مش معقول. الطويل هذا أكيد ما زال مختبئ بمكان آمن، لازم ندور بعده ونجيبه، يعني نجيبه. والله إن أنا غبي. كيف تركت الطويل يروح؟ ولا بقول له يا طويل اتخبى عندي واجلس منتظر له لما أبو ناشر يصدر المكافأة، وامسكه وقل لي أبو ناشر ها أنا مسكت الطويل، هات المكافأة. لكن لا يأس، لا كسل، لا خنوع، لازم نخرج نبحث على الطويل. زقاق، حارة، زنقة، لازم نوجد الطويل نقبض عليه. أنت تسمع الضابط إيش يقول؟ أسمعه، أكيد أسمعه، ليش أنا فاقد السمع؟ كيف تشوف؟ الحمد لله أشوف واضح. أقول لك كيف تشوف الواضح.
الضابط عادي يقول لك لا يأس لا خنوع لا كسل، لازم يخرج يدور الطويل. مش عارف إنه قدوه بيد أبو ناشر. بيعرف أكيد بيعرف. يا أخي أنت بارد ثلج، كيف أقدر أكون بارد مثلك كذا؟ علمنا يا أخي. طيب ما تشتينا إيش أسوي إيش أعمل؟ لازم نبلغه بالخبر، نقول له الطويل قدم مع أبو ناشر، ولا بيجي ياخذنا أنا وأنت يلا حملة مداهمة. قدك تعرفه بعدين بيمتر بنا الحارة زوط مثل أمس، ما نروح إلا الركب مكسرات بدون فايدة. طيب روح بلغه قل له خلاص أبو ناشر لقي الطويل وخلاص ما يحتاج تتعب نفسك ولا تتعبنا معك. كيف أروح أبلغه؟ يلا أنا وأنت ما تسمعوش كيف يتقارح. مالك يا عسكري، أصلا ما حد يعرف للضابط إلا أنت، وبعدين دائما أنت تجيب له المعلومات، وبعدين لك أنت فترة طويلة معه قدك عارف البرمجة حقه. روح كلمه عادي قل له يا فندم الطويل قدم مع أبو ناشر، انتهى الأمر. بغامر وأروح أكلم الضابط، أحسن ما يخرج وكحتة بنا الشوارع مرة ثانية ندور. يلا يا عسكري يلا روح كلمه عادي ما فيش حاجة. مسكين الآن بيروح يصدمه بالخبر، لكن يستاهل، نهاية الطمع كذا. لازم نعمل لك تخزينة يا طويل، نخرج مداهمة من بعد العشاء ليل، هذه المرة ليل، نخرج نداهم هذه المرة ليل من بعد العشاء للفجر، ما يضاوي الضوء إلا والطويل بيدي. بسم الله يا رب، لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه. لازم هذه المرة نجيبك يا طويل مهما كلف الثمن. السلام عليكم يا فندم. فندم. ايش في يا عسكري؟ فندم معي لك خبر مهم عشان الطويل. هات الخبر، لقيت مكانه يا عسكري؟ أيوة يا فندم. لك مني أحلى مكافأة يا عسكري، يلا تجهز ونخرج نداهم ونقبض على الطويل ونجيبه لهنا. أنا كيف وصلت المعلومة للضابط على مراحل، كان مفروض إن أنا أصدمه مرة واحدة أقول له لقينا الطويل مع أبو ناشر. يلا يا عسكري مالك عادك واقف، تجهزوا بنخرج الآن. وين لقيته؟ وين مكانه؟ مع أبو ناشر يا فندم، مسكوا أبو ناشر. يا لطيف. ما هو يا عسكري ايش قلت؟ مسكوا أبو ناشر يا فندم. اغرب من قدامي، اغرب.